السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور معانا. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل الوجبه بقى دي الشهريه عندي كده، اول الشهر اول ما القبض ينزل على طول لازم تتعمل، وهي الكنتاكي او البروستد او الفراخ المقرمشه. اول حاجه هبتدي بيها هي الكول سلو، وبتبقى عباره عن كوبايه الا ربع من المايونيز، وكمان من تلت كوبايه لنص كوبايه من السكر زي ما انتم عايزين. انا حاطه تلت كوبايه للامانه، وحاطه كمان معلقه صغيره من الخل، ممكن تستغنوا عن الخل ده بخل تفاح. انا حاطه خل عادي، وحاطه كمان نص معلقه صغيره من الملح. قلبتهم الاول مع بعض كويس، ونزلت عليها بنص كوبايه بتاعه السلطه، وبصلايه حمرا صغنونه جدا تقطعوها صغير. لو البصلايه كبيره قطعوها على 4 وربع، قطعوها على 2، وجزرايه نبشرها كويس. وبعد كده هنمسكهم كلهم نقلبهم. بصوا ده تقطيع سكينه، ممكن تعملوها في الكبه على فكره زي ما انتم عايزين، او في المبشره برضو زي ما انتم عايزين. هنقلب بقى كله مع بعض ويندمج كله مع بعضه. المايونيز في البيت سهل جدا، مفيش اسهل منه خالص. هسيب لكم اللينك، انا عملته على فكره، يعني دايما لما اجي استخدمه بعمله وانا واقفه كده عشان اعمل الاكله بتاعتي. هقلبهم بقى مع بعض وهسيبهم في التلاجة الليله كامله. كل ما هتسيبوها يا جماعه وقت اطول، لا هقول لكم بقى ساعتين ولا 3، لا هي ليله كامله، يعني زنقت معاكم 12 ساعه. بصوا بقى ده شكلها تاني يوم. بصوا، اولا في صوص نازل منها كده، مش ناشفه، كريميه قوي، كل حاجه تجانست. الخضار بتاعنا كله نزل الميه بتاعته. بصوا البصل الاحمر اهو، يعني هي اهي حته طلعت اهي بس عشان تكسفني مش اكتر. بصوا الجمال، مفيش اجمل ولا اسهل من كده. تمام، خلاص نبتدي بقى نعمل بعد كده مع بعض ايه الصوص بتاع الريزو. عباره عن ربع كوبايه من الباربيكيو، معلقه كبيره من العسل الاسود، وممكن لو عندكم عسل نحل تحطوه عادي، بس هو بالعسل الاسود بيبقى احلى بصراحه. وربع كوبايه من الكاتشب. الكاتشب على فكره انا كنت عاملاه قبل كده في البيت، الكاتشب اللي قصادنا ده كاتشب بيتي. ورشه من الفلفل الاسود، بس هي طلعت معايا رشه كريمه شويه. نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الهوت صوص. لو ما عندناش هوت صوص وعندنا كاتشب ممكن نحط عليه سنه شطه كده، او نستغنى عنه خالص ونحط بداله كاتشب تاني، نزود كمان معلقه. معلقتين كبار من الصويا صوص الغامقه. وخلي بالكم انا قلت لكم قبل كده في فيديو ان بلاش تجيبوا نوع اسمه داريا، سيء للغايه عشان حرام بس الفلوس بتاعته. هاتوا دايما اللي مكتوب عليه بالصيني كده او انجليزي، هو ده، ويكون غامق، بيبقى حلو جدا في الاكلات بتاعتنا. 25 جنيه على فكره. وهنحط كمان معلقه كبيره من السكر. انا هحاول كده اقلبهم كده على خفيف، وهبتدي احطهم على النار، على نار متوسطه. اول ما ابتدي الاقي فيه غليان كده من على الاحرف بتاعته، اللي هو خلاص بقى بيبتدي يندمج مع بعضه، لان المفروض ان هو مش هياخد مننا وقت خالص. على طول اروح ضايفه معلقه كبيره من الخل. شايفين اهو، ده انا كنت بقول لكم عليه ان الجوانب اهي ابتدت تغلي معايا. اول ما الاقي ان الجوانب ابتدت تغلي بالمنظر ده، على طول انزل بيه معلقه الخل. بصوا بقى القوام بتاعه، طبعا هو لسه سخن، بس بصوا شايفين، مفيش اي كلمه تانية تتقال في حقه، حقيقي شويه صوص رهيب. اللي بيتبقى مني على فكره بحط فيه بعمله وصفه يعني تتبيله فراخ. نيجي بقى للرز بتاعنا. دول كوبايتين من الرز. هنحط بيبقوا محتاجين معانا ايه؟ بصلايه صغيره متقطعه صغيره، وفص توم او فصين توم، مكعبين بقى من المرقة. وممكن تستغنوا عنها بالشوربة، على فكرة المرقة دي انا عاملاها في البيت برضو. شوفوا يعني الأكلة بتبقى مصاريفها خفيفة لأن الحاجات معمولة في البيت. لكن الفيديو بتاع المرقة ده بصراحة لسه ما نزلتهوش، فده مش هنزله بقى في صندوق الوصف، استنوه. وبعد كده هحط كمان، هحدي بس تتبيلة للبصلة بتاعتي، وهروح نازلة عليها على طول بالثوم. أول ما هشم ريحة الثوم اهو، بصوا شايفين، وانا تقريبا ايه حطيت حته قبل حته، معلش بس هنمشيها تاني مع بعض. ادي البصله بتاعتي اهي. اول ما هتاخد على طول الريحه بتاعه الثوم، هنزل على طول بالكاتشب والصويا صوص والمرقه، واروح حاطه ميه عادي من الحنفيه او الفلتر عادي خالص، واسيبها تغلي. ليه؟ علشان انا عايزاها تاخد لون وتتقل، وكلها تدخل مع بعضها كده. فانزل الرز على طول، هي اصلا الميه كده واخده اللون بتاعتها، فاهمين؟ هنزل بقى بكوبايتين رز، كوبايتين الرز عليهم كوبايتين ونص من الميه. الكوبايه بتاخد كوبايه وربع. مش هقلب ولا حاجه جنب حاجه. بصوا شايفين، انا بس هنزل شويه الرز اللي فوق الوش دول في الميه تحت.
ليه؟ علشان ما يتحرقش او يتلدع مني، خصوصا ان انا شغاله في حله ستانلس، فنسبه ان هو يلزق في الحله هتبقى عاليه. ما تقلبوش، هتسيبوه يغلي. اول ما هيغلي لمده 10 دقايق، وطبعا هنغطي، هيغلي هنغطي، هنهدي النار لمده 10 دقايق، هيكون هو ده شكله. شايفين؟ هروح جايبه بقى في الوقت ده ابتدي اقلب بقى براحتي، بس ايه، يحبذ ان هو يكون بشوكه احسن من معلقه. هنقلب كده ونجيب من فوق لتحت، وهنغطي ونسيبه تاني حوالي 10 دقايق، ربع ساعه، على حسب ما هياخد. انا عن نفسي سبته 12 دقيقه بالظبط وكان زي الفل. خلي بالكم من الحركه دي، احنا بنسويه على مرتين. بصوا بقى المنظر ده بعد ما تسوى تاني مره. بصوا الفلفله اظن سخنه اهو. بزعل لما بلاقي حد بينزل الوصفه ويقول لك ان الريزو معروف عنه فيه شويه تلزيق. طبعا هو سخن طبعا، انا مش عارفه امسكه، بس بصوا، لا الريزو ما فيهوش تلزيق، هو الريزو اتعمل مظبوط اهو. هدي شويه اهو، هعرف امسكه بس لسه فيه دخان اهو طالع منه. شايفين مفلفل ازاي وزي الفل، والرزايه والزايه. المقادير يا جماعه مظبوطه جدا جدا جدا. ممكن كمان تشوحوا معاها شويه حتت فراخ لو انتوا حابين. نيجي بقى للكنج بتاعتنا، وهي ايه؟ الفراخ. الفراخ انا بحطها قبليها بليله في التتبيله دي. عباره عن ايه؟ ممكن تحطوا لبن رايب زي ما انتم عايزين خالص، لكن انا هنا بحطش كوبايه ميه للكيلو الوراك. بحط كوبايه ميه كيلو بقى ايا كان، كوبايه من الميه، معلقه صغيره من الملح عشان حبات، لو مش حبات وهتسيبوها ساعتين 3 يبقى معلقه كبيره من الملح عشان الملح بيقعد. اي بهارات زي ما انتم عايزين. انا هنا بقى حاطه ايه؟ حاطه شويه جنزبيل على شويه بهارات فراخ. انا كل مره بغير في البهارات بتاعتي عادي خالص. اهم حاجه ما تحطوش ميه بصل ولا تحطوا بصل، الحاجات دي بتطلعها غامقه وبتحرقها مننا، بتخليها تاخد لون غامق فبتطلع اللون بتاعها مش حلو. ولا كمان بحب احطها في زبادي، هو يا اما لبن يا اما لبن رايب. وساعات لما اللبن بيكون عندي قاطع ومش هعمله جبنه صراحه بعمل بيه الفراخ، لكن عادي الميه شغاله برضه. عملت فتحات من تحت الجلد كده علشان عايزه التتبيله دي تدخل، وهسبتها ليله كامله. هنا بقى معاكم من ساعتين لحد ليله كامله براحتكم خالص. ساعات بجيب الفراخ بتاعتي من عند بتاع الفراخ، وانضف واتبل واشيلها في الفريزر كده بميتها بكل حاجه. كل ما بتقعد كل ما بتبقى احلى طبعا، وما بتاخدش وقت معايا خالص. هنا دي الميه اللي اتبقت من الفراخ ما بنستخدمهاش، بنرميها. ليه؟ نزلت فيها كل الزفاره ونزلت فيها كل حاجه. مطرح ما قطعت الورك على قطعتين ففي حصل في حته دم ولا حاجه، الريحه اصلا كمان بتاعتها بتبقى شكرا قوي يعني. فبلغيها تماما، وببتدي بقى احط ميه جديده. بعمل ايه بقى يا جماعه؟ بجيب دقيق. ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه لغايه كوبايه من النشا زي ما انتم عايزين. انا بصراحه حاطه بقى كوبايه الا ربع، وحط عليها معلقه صغيره من الكركم، ورشه من الملح، وحبه من البابريكا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. ولو عندكم كربوناتو يا خبر ابيض هتفرق معاكم جدا. كربوناتو بقى قد ايه؟ ذره كربوناتو. خلي بالكم. بنزلها الاول بقى في شويه ميه كده عادي، واروح داخله على طول على الدقيق بتاعي. بصوا بقى، خليكم باصين على ايدي كويس جدا. انا بضغط جامد، عدوا 10 لفات. طبعا ما لحقتش اعد عشان كنت برغي شويه. واضغطوا، نفضوها بقى كده كويس. ننزلها بسرعه في الميه. للامانه دي ميه ساقعه، ممكن تحطوا ميه بتلج كمان عشان بس ايه يبقى الامور واضحه. فرقت معايا جدا لما حطيتها في ميه ساقعه. هي مش فرقت قوي يعني معايا، بس فعلا بتفرق. وبعد كده بضغط بقى وابتدي اضغط جامد. كل العصبيه اللي جواكم طلعوها، طلعوها، واضغطوا كده على الدقيق واقعدوا لفوا معاكم من 7 ل10 لفات لغايه انتوا بنفسكم لما تلاقوا الشكل. بصوا الشكل وهي نيه عامله ازاي. بصوا التجزيعه دي تقولي ان هي تمام جدا، مفيش غلطه هتطلع فيها باذن الله. في زيت غزير سخن جدا. اول ما انزلها بصوا تعمل كده على طول. شايفين البابلز دي؟ اول ما نزلتها بصوا هي خدت لون ازاي بسرعه رهيبه. ليه؟ الزيت سخن جدا. بصوا طبعا القرمشه والزجزجه بتاعتها وكل حاجه، يعني الحمد لله مفيش غلطه نهائي. خلاص القشره بتاعتي نشفت اهو. انا حاطه ايدي اهو، بصوا القشره هي حجر، انا حطاها على نار عاليه. هروح مخليه النار بتاعتي اقل من المتوسطه ومغطيه وسايباها اهي بتستوي اهي. طالما ابتدت تطلع دم كده يبقى هي كده بتستوي. هسيبها قد ايه؟ هسيبها ربع ساعه بالظبط، من ربع لتلت ساعه شغال معاكم. بصوا بقى قطعه الفراخ عامله ازاي، بصوا الشكل. ايه رايكم؟ اهو، شايفين؟
لا بقى قلاية زيت ولا قلاية مش عارفة عاملة ازاي ولا ضغط مش عارف مكانات، اهي في البيت اهو، شغل بيتي عادي جدا. يعني الحمد لله مفيش اي هحولها لكم دلوقتي من جوه وهي مستوية. بصوا الشكل من جوه اهو. وعلى فكرة بقى مش فراخ صغيرة ولازم اللي هي كيلو والكلام ده كله. الورك اللي قصادكم ده كان بالظبط عامل 450 جرام على الميزان. وادي الاكلة بتاعتي اهي كلها. حمرت بقى شوية بطاطس كده لزوم التحابيش، بس ما كنتش لسه لقيت سبيروس باتس. ما لحقتهاش يعني. ادي اهو، ادي الكول سلو بتاعتنا، وادي الرز، وادي الصوص، وادي الفراخ. تكاليف من ما فيش يعني، حاجات بسيطه كده كده جبنا الفراخ الحمد لله. المايونيز عملناه في البيت والكاتشب عملناه في البيت. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.